ايه رأيكم في اللحمة الحلوة الخطيرة والبامية الجميلة؟ هتعجبكم خالص طريقتنا لو جربتوها. يلا بينا نشوف احنا عملنا الأكلة الحلوة دي ازاي، ومعاها العيش الشمسي اللي احنا مسخنينه في الميكروويف. هتعجبكم على الآخر. صباح الخير عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة هنعمل مع بعض اللحمة بالشوربة. لحمة بالشوربة حلوة خالص هتعجبكم، وهنعمل منها بامية بيضة خرافة كده هتعجبكم بجد. خليكم خطوة بخطوة معانا هتعجبكم اكلتنا. تعالوا نشوف مع بعض. احنا غسلنا اللحمة كويس خالص ونقعناها في مية بملح كده عشان تبقى ريحتها حلوة، وظبطناها وحاطين مية على النار تغلي. المية اللي على النار دي لازم تكون مية بايتة علشان طبيخك يفصلش معاك، لازم تبقى المية بايتة. نحطيها على النار تغلي، وبعد كده نحط اللحمة فيها. نغسلوا اللحمة بمية سخنة من نفس المية، وبعد كده نسيبوها تستوي على النار. تعالوا نشوف مع بعض. احنا حاطين المية على النار زي ما انتوا شايفين، قربت على الغليان. هنستنى حبة من المية ما تغلي، وبعد كده ناخد منها مية. شوفوا معبين الحلة على الآخر علشان ناخد مية نغسل اللحمة دي علشان ما تعملش معانا ريمة سودي. دلوقتي المية بتغلي تماما، شايفين بتغلي جامد. هاخد مية على اللحمة اهي زي ما انتوا شايفين كده. هاخد مية سخنة على اللحمة علشان ننزل كل الزفارة واللحمة تبقى طعمها حلو. جربيها ومش هتندمي. شايفين المية بقيت غسليها فيهم، وانا غيرت البول عشان انا اعطيتهم فم تاني في الحنفية. من الحنفية مفهوم تاني مية غسلتهم، وبعد كده حطيت المية السخنة. دلوقتي انا هحط اللحمة في الشوربة في المية اللي هي بتغلي كده. بنحط اللحمة هنخلصهم حط ونرجع لكم. شايفين المية بقيت بيضة خالص زي ما انتوا شايفين. هنسيبها تستوي، هنحط المكونات هوريها لكم دلوقتي. خليكم معايا لحظة بلحظة. وادي المية اللي غسلناها بيها. شايفين كان ده بقي في الشوربة، مش حاجة حلوة خالص. شايفين المية بيضة وحلوة ازاي؟ الشوربة هتبقى بيضة خالص عشان باميتك تبقى خضرة ولونها فاتح وحلو. هنحط المكونات اللي هتخليها طعمها خطير وروعة. شايفة بصلة، ملح، ورق لورا، توم، 2 حبهان، 1 مستك. هحطهم كده ونسيبهم يستوي، ونروح نشوف هنعمل ايه في البام انما تستوي اللحم. خليكم معانا. دلوقتي هنشوف هنعمل البامية. غسلناها غسلة كويسة، هنوريكم نخرطها ازاي. بابا نحط فيه الزرار كده اهو، الزرار التاني نقطع فيه حتت رفيعة خالص عشان ما تاخدش معانا طياب، ما تاخدش وقت على النار. زي ما انت شايفة كده السم انا قطع رفيع خالص كده علشان ما ياخدوش معايا وقت. عايزة البامية بتاعتك تبقى خضرة وحلوة، قطعيها رفيعة خالص. تشيلي كده وتشيلي دي كده، وبعد كده تاخديهم حبة حبة كده اهو. اسهل حاجة مش هتتعبي خالص. هي البامية طريقة البامية البيضة كده، تفركيها بالهند بلندر او بالمفرق اللي هو الخشبي بتاع الصاهي. انت اللي يريحك اعمليه، ولو ما عندكيش ده ولا ده اعمليهم على الخلاط بعد ما يستويوا، وتروحي ضربهم نص ضربه كده على طول. ما تخليهمش ينعموا جامد معاك، بس يكونوا هودوا معاك شويه. انا هنخلص كل الكميه بالطريقه ده زي ما انتم شايفين، ونرجع لكم نوريكم الباميه وتقطيع الباميه. هنخلصهم كلهم ونرجع لكم. شايفين الباميه حلوه خالص وخضره، وهتبقى بنفس اللون في السوا. خليكم معنا لما نسووها. شايفين الشوربة بيضة وحلوة ازاي؟ انا حطيت البصلة مع اللي هنحط فيها البامية، وحطيت كم حبة توم من التوم اللي كنت انا حطاه في الشوربة، ولازم يكونوا بيغلوا كده. نحط البامية ونسيبوهم يستويوا ونشوف نوريكم القوام بتاعه. شايفين الخضار بتاع البامية حتى ما فيهاش الريمة بتاعتها مش سودة خالص. هنحط حبة توم نيين يدوها ريحة جميلة خالص، ولازم تحطيها في الوقت دي، ما تحطيهاش مع الشوربة من الأول. لازم بعد ما تاخد غلوة البامية تديها طعم حلو جميل. ونحط مكعب مرقة ونسيب البامية تستوي ونضربها بالهند بلندر. شايفة البامية استوت بقت حلوة. تخليها ناقصة حبة قليلين كده عشان لما تضربيهم بالهند بلندر ما يتنعموش خالص معاك، عشان احنا مش عايزينهم ناعمين قوي. اعملهم بالهند بلندر ونرجع لكم عشان الصوت ده. دلوقتي نطفي عليها زي ما انتم شايفين. شايفين البامية حلوة ازاي؟ روعة. هنعمل لها الطشة ونشوف مع بعض، ونسخن رغيف في الميكروويف وتاكلي احلى اكل.
حطينا السمنة على النار. دلوقتي هنحط الثوم اللي هنعمله بصل، وهنحط لهم الكزبرة وحتة شطة صغيرة، فيها نكهة حلوة وجميلة خالص. دلوقتي أنا هعمل إيه؟ هطشها على البامية. إيه رأيكم في الجمال ده؟ ولا الريحة الخطيرة؟ يعني حفيدي جنبي بيقول ريحة حلوة. جميلة خالص. ايه رأيكم في البامية جميلة الحلوة الروعة ده؟ هنروح دلوقتي نحمر اللحمة ونوريكم في طبق التقديم. هنسخن العيش زي ما انتم شايفين، انا طلعته من الفريزر اهو، ناشف خالص. وحطه على الفوطة، مسحته من التلج علشان لما نحطه في الميكروويف ما يطرشكش الطبق بتاع الميكروويف. خليك معاي. بعد ما سخرنا الرغيف زي ما انتم شايفين كده بقى طري خالص زي كأن خبزاه لسه. هيبقى طعمه خطير مع البامية. شايفة؟ نغطيه بالفوطة علشان لما تطلعيه سخن تحطيه في الكيس يعمل بخار، والبخار يخلي الرغيف يلين معاك. لازم تحطيه في الفوطة. ايه رأيكم في البامية الحلوة الخطيرة واللحمة الفظيعة؟ ولا ريحتها خطيرة خالص خالص؟ يا ريت يا جماعة اللي يعجبوا الفيديو يعمل لنا لايك وشير واشتراك، ونشوفكم على خير بإذن الله.